السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات تعلم المانيا من الصفر. درس النهارده ان شاء الله يكون الدرس السابع اللي هنتكلم فيه عن ازاي الواحد يبني جمله صحيحه في اللغه الالمانيه، وده تقريبا تالت درس على التوالي يكون فيه قواعد، وده لان احنا الحمد لله بنينا في اول كام فيديو كلمات وجمل كفايه في اللغه الالمانيه ان احنا نبدا نطبق عليهم القواعد اللي احنا بنتعلمها. بس درس النهارده مش هيكون صعب ان شاء الله، ولكن طبعا درس مهم جدا. هنتكلم النهارده عن ازاي نقدر نبني جمله خبريه او جمله استفهام كمان. دي حاجه ثابته في اللغه الالمانيه، فاللي نتعلمه النهارده ان شاء الله هيفضل ماشي معاكم لحد اخر مستوى في اللغه الالمانيه. بس بسم الله يلا بينا نبدا بدرس النهارده. يلا بينا نروح على الكمبيوتر، وزي ما قلنا النهارده هنتكلم عن بناء الجمله وترتيب الكلمات في الجمله الصحيحه في اللغه الالمانيه. هنبدا الاول بشويه مفردات زي ما قلتلكم دايما في الفيديوهات اللي فاتت. تقريبا معظم الكلمات اللي هنشوفها النهارده اخذناها قبل كده، ولكن حلو كده ان الواحد يسترجع ويراجع الكلمات اللي اتعلمناها. نبدا الاول بايش. ايش اللي هي معناها انا باللغه العربيه. طبعا الكلمه دي المفروض دلوقتي نكون عارفينها، لو مش عارفينها فكده احنا في الفيديو الغلط، ممكن نرجع لأول الكورس. وإيش هنا نوعها زوبيكت. زوبيكت اللي هو زي اسم يعني. عندنا بعدين دو اللي هو أنت أو أنتي، برضو زوبيكت. إير هو زي هي. وبعدين عندنا اس، قلنا اس ديت اللي هي للحاجة المحايد، اللي هي لما بنقول لها هو ولا هي بتبقى حاجة محايد. فعندنا إير وإس وزي. وبعدين عندنا فير اللي هو نحن. وبعدين عندنا ليرنين اللي هي فعل يتعلم، فيرب، فيرب يعني فعل. عندنا بعدين كاوفة. كاوفة من فعل كاوفن، وتصريفها مع إيش بيكون كاوفة، زي فيديو تصريف الأفعال في الزمن المضارع، واتكلمنا إن احنا بنشيل الإي والإن وبعدين بنحط إيه مع الإيش. فكاوفن يعني أشتري، وما إنها مصرفة مع إيش فهي أشتري اللي هو أنا أشتري. بعدين شبيلت من فعل شبيلن، وبرضه تصريفها مع إير أو إس أو زي بتكون شبيلت اللي هو يلعب. بعدين فونت من فعل فونن، وتصريفها برضو مع إير أو إس أو زي بتكون فونت اللي هو يسكن. مثلا جملة زي Ich wohne in Deutschland، أنا أسكن في ألمانيا. وبعدين عندنا دويتش اللغة الألمانية أوبجكت، أوبجكت اللي هو شيء يعني. وبعدين عندنا ein Buch كتاب، برضو أوبجكت. فوتبال اللي هي كرة القدم أوبجكت. heute اللي هو اليوم النهاردة يعني، ودوت Zeit النوع بتاع Zeit يعني زمن. بعدين مورجن اللي هي غدا، برضو Zeit. in برلين في برلين، ودوت أورت يعني مكان. وبعدين عندنا هي اللي هي هنا، وده برضو أورت مكان. وزي ما انتم شايفين دي معظم الكلمات اللي هنستخدمها في فيديو النهارده او في درس النهارده، ما فيهاش كلمات جديده، المفروض الحاجات دي عدت علينا كلها قبل كده. ونيجي دلوقتي للقواعد بتاعه درس النهارده، ازاي نبني جمله خبريه او جمله استفهاميه. فالجمله الخبريه اللي هي دير او زاج زاتس، القاعده الذهبيه في اللغه الالمانيه في الجمله الخبريه البسيطه، الفعل المصرف اللي هو conjugates verb يأتي دائما في المركز الثاني position 2. الفاعل اللي هو الزوبجكت يمكن أن يأتي في المركز الأول أو الثالث. تمام؟ نشوف الأول الترتيب الطبيعي اللي هو بيجي فيه الزوبجكت أو اللي هو الفاعل بيجي في المركز الأول. زي هنا مثلا عندنا إيش أنا lerne heute Deutsch. إيش lerne heute Deutsch؟ أنا بتعلم النهاردة ألماني. إيش lerne heute Deutsch؟ إيش الفاعل جاء في الأول، بعدين ليرن يتعلم أو أتعلم اليوم الألماني. بنحط الأول الفاعل في المركز الأول، بعدين عندنا الفاعل اللي بيجي على طول المركز الثاني ما بيتغيرش، بيجي المركز الثاني. وبعدين بنحط أي إكمالة ثانية للجملة بنحطها بعد الفعل. في مثل تاني هنا مثلا der Mann kauft ein Auto. der Mann الرجل، kauft يشتري ein Auto سيارة، الرجل يشتري سيارة. بعدين عندنا wir wohnen in Kairo. wir wohnen in Kairo نحن نسكن في القاهرة. بس انتم شايفين الفاعل هنا برضو في الأول، بعدين الفعل المركز الثاني، وبعدين كمالة الجملة بتيجي بعد الفعل. آخر مثلا عندنا زي اللي هي زي هي spielt gern Tennis، يعني هي بتحب تلعب تنس. تمام؟ فده الترتيب الطبيعي للجملة الخبرية في اللغة الألمانية. نيجي بعدين للترتيب المعكوس etwas anderes in Position 1. in etwas anderes يعني حاجة تانية تكون في المركز الأول للتأكيد على معلومة معينة مثل الزمان أو المكان، يمكننا وضعها في المركز الأول. الحاجة اللي احنا بنستخدمها زي الزمان أو المكان بنحطها في المركز الأول. في هذه الحالة يأتي الفاعل مباشرة بعد الفعل، فكده الفاعل بيجي في بوزيسيون 3 المركز الثالث، وبنحط في المركز الأول الزمان أو المكان. عندنا هنا مثل heute lerne ich Deutsch. heute lerne ich Deutsch. heute اللي هو اليوم النهاردة، lerne ich أتعلم أنا الألمانية Deutsch. ففي الأول جت
كلمة تدل على الزمان heute اليوم، وبعدين الفعل برضو جه في المركز الثاني. مهم جدا ان الفعل دايما بيجي في المركز الثاني. فالمركز الثاني في الفعل اللي هو lernen اتعلم، بعدين ايش الفاعل، بعدين بقية الجملة دويتش او ايا يكن بقية الجملة. المثل الثاني in Berlin wohnt er. in Berlin في برلين wohnt er هو يعيش. in Berlin wohnt er. تالت جملة gern spielt sie Tennis. نفس الجملة اللي شفناها فوق هنا sie spielt gern Tennis. ممكن الجملة ديت نحولها ونخليها gern spielt sie Tennis. هي برضو بتحب تلعب تنس. واخر جملة عندنا morgen kaufe ich ein Buch. morgen اللي هو في الغد بكرة، kaufe ich اشتري انا ein Buch كتاب. تمام. فالجملة الخبرية زي ما انتم شايفين ليها طريقتين، يا اما الفاعل بيجي في اول الجملة وبعدين الفعل وبعدين بقية الجملة، او لو عايزين نأكد على زمان او مكان ممكن نحط الزمان او المكان دوت في الاول بعدين نحط الفعل في المركز الثاني. دايما الفعل بيجي في المركز الثاني في الجملة الخبرية، وبعدين المركز الثاني نحط الفاعل، وبعدين تيجي بقية الجملة ايا يكن اللي عايزين نحطه في بقية الجملة. نيجي بعدين للجمل الاستفهامية اللي هي Frage Sätze. هناك نوعان اساسيان من الاسئلة في اللغة الألمانية. في برضه طريقتين زي ما شفنا كده في الجملة الخبرية في طريقتين، فبرضه في الجملة الاستفهامية عندنا طريقتين. نيجي الأول للفي فراجة اللي هو بنستخدم كلمة فيها حرف الفي اللي هي كلمات الاستفهام زي عندنا في اللغة العربية ماذا أين الكلام ده كله. في اللغة الألمانية الفي فراجة أو أسئلة الاستفهام بتبدأ بحرف الفي. يستخدم السؤال عن معلومات محددة ويبدأ بكلمة استفهام في فورت. فورت يعني كلمة، وفي اللي هي كلمة بتبدأ بحرف الفي. الفعل بيبقى في المركز الثاني برضو في الحالة دي. الاستركتور اللي هي تركيبة الجملة بتبقى عاملة ازاي، بتبدأ الأول بالفي فورت الكلمة الاستفهامية، وبعدين الفيرب الفعل، وبعدين الزوبيكت الفاعل، وبعدين أي إضافة تانية عايزين نحطها في الجملة. عندنا هنا مثل wo wohnst du. wo يعني أين، wohnst اللي هو تسكن، وبعدين دو أنت أين تسكن أنت. فطبعا نحفظ الكلمات الاستفهامية زي wo أين، was ماذا، wer من، wann متى. في طبعا كلمات استفهامية تانية كتير، ولكن ده إن شاء الله يكون موضوع درس تاني مش موضوعنا النهاردة. عندنا المثل التاني was machst du heute. was machst du heute يعني هتعمل ايه النهاردة، ماذا تفعل اليوم. بعدين عندنا wer bist du. أخذنا الجملة دي برضو في درس التعريف عن نفسنا، إن احنا عايزين نسأل حد انت مين بنسأل wer bist du من تكون. وآخر جملة wann beginnt der Kurs. wann اللي هي متى، beginnt فعل beginnen والتصريف مع der Kurs هتبقى beginnt يعني يبدأ. متى يبدأ الكورس أو متى يبدأ الدرس. فدي الطريقة الأولى علشان نبني جملة استفهامية في اللغة الألمانية، إن احنا نستخدم في فورت أو اللي هي طريقة الفي فراجة. نيجي دلوقتي للطريقة التانية واللي هي السؤال بنعم أو لا. يا ناين فراجة. ده معناه إن احنا بنسأل سؤال والإجابة عنه بتكون يا أو ناين اللي هي نعم أو لا. يستخدم لتأكيد أو نفي معلومة والإجابة تكون بنعم أو لا. الفعل المصرف ينتقل إلى المركز الأول، ففي الحالة ديت الفعل المصرف بينتقل لأول الجملة، بيكون مركزه في أول الجملة. الاستركتور تركيبة الجملة بتبقى عاملة إزاي؟ بنبدأ بالفيرب وبعدين الزوبيكت الفعل بعدين الفاعل. وعندنا هنا مثل lernst du Deutsch. هل تتعلم الألمانية؟ lernst من فعل lernen اللي هو يتعلم، بعدين دو أنت، وبعدين الألمانية Deutsch. فزي ما شايفين لو حطينا الفعل في بداية الجملة فدي بتكون جملة استفهامية. مفيش جملة خبرية في الألماني بتبدأ بفعل، دايما لو شفنا الفعل في أول الجملة فده معناه إن دي جملة استفهامية. المثل الثاني wohnst du in Berlin. wohnst du in Berlin هل تعيش في برلين. الجملة الثالثة ودي من أهم الأسئلة اللي الواحد بيسألها في ألمانيا sprichst du English اللي هي هل بتعرف تتكلم إنجليزي. sprichst من فعل sprechen وتصريفها مع du بتكون sprichst اللي هي يعني يتحدث، ودو اللي هو أنت، وبعدين إنجليش اللغة الإنجليزية. ممكن برضو نسأل sprichst du Deutsch أو sprichst du Arabisch بتتكلم عربي. فهنا بنسأل السؤال بنحط الفعل في البداية. وآخر جملة عندنا haben Sie Kinder. haben Sie Kinder. بس ببساطة هي دي تركيبة الجمل في اللغة الألمانية. زي ما شفنا في 4 طرق، طريقتين منهم في الجملة الخبرية وطريقتين في الجملة الاستفهامية. نيجي دلوقتي لمحادثة بسيطة علشان نمرن نفسنا شوية على السماعي ونشوف كده محادثة واقعية. العنوان التخطيط لليوم اللي هو Tagesplanung. المحادثة بين 2 بيشوفوا هيعملوا ايه النهاردة. أنا بتبدأ المحادثة بتقول هالو توم. was machst du heute. أهلا توم، ماذا تفعل اليوم. وزي ما قلنا ديت جملة استفهامية باستخدام اللي هي الفي فراجة. Hallo Tom, was machst du heute? Hallo Tom,
was machst du heute? فتوم بيرد بيقول هالو أنا heute lerne ich Deutsch. هالو أنا، أهلا أنا. heute lerne ich Deutsch. النهاردة هتعلم ألماني. دي الصيغة التانية اللي أخدناها في الجملة الخبرية، اللي هي الفاعل بيجي في المركز الثالث، وبنبدأ بكلمة بتدل على الزمان heute، بعدين lerne الفعل بيجي في المركز الثاني، بعدين ich الفاعل، وبعدين بقية الجملة Deutsch. Hallo Erna, heute lerne ich Deutsch. Hallo Erna, heute lerne ich Deutsch. فأنا بترد عليه lernst du allein. lernst du allein يعني هل بتتعلم لوحدك؟ دي الصيغة التانية اللي هي ja nein Frage، اللي هي بتبدأ بفعل. Lernst du allein? Lernst du allein? وزي ما قلنا اليا ناين Frage بتجاوب عليها بيا أو ناين. فهنا توم بيقول يا ich lerne allein، أيوة أنا بتعلم لوحدي. und du وأنتي was machst du، ماذا تفعلين؟ Ja, ich lerne allein. Und du, was machst du? Ja, ich lerne allein. Und du, was machst du? فأنا بترد بتقول ich spiele später Tennis mit Maria. ich spiele später Tennis mit Maria. ich spiele يعني أنا ألعب، später يعني بعدين لاحقا، Tennis mit Maria هلعب تنس مع ماريا. Ich spiele später Tennis mit Maria. Ich spiele später Tennis mit Maria. فتوم بيرد بيقول super spielt ihr oft Tennis. super يعني ممتاز أو رائع. spielt ihr oft Tennis يعني هل في الغالب بتلعبوا تنس؟ برضه هنا تركيبة الجملة الاستفهامية بدأت بفعل، فدي برضه اللي هي ja nein Frage. Super. Spielt ihr oft Tennis? Super. Spielt ihr oft Tennis? ja wir spielen oft zusammen يعني أيوة احنا بنلعب في الغالب مع بعض. Ja, wir spielen oft zusammen. Ja, wir spielen oft zusammen. تمام جدا. نيجي بعدين لآخر حاجة عندنا، وهي شوية تمارين. فتمارين ظريفة إن شاء الله علشان تثبت المعلومة والدرس اللي احنا اتعلمناه النهاردة. فنبدأ بترتيب الكلمات. lerne ich Deutsch. الجملة المفروض أنا أتعلم الألمانية، هتكون دي جملة خبرية، فهنبدأ بالفاعل ich، بعدين الفعل lerne الفعل دايما بيجي في المركز الثاني، بعدين Deutsch اللغة الألمانية. عندنا هنا du wohnst wo. فو احنا هنا ديت عندنا في فورت، يبقى احنا هنا عارفين ان عندنا سؤال، فدي التركيبة الأولى اللي هي الفي فراجة. بنبدأ الأول بالسؤال فو، بعدين بيجي الفعل فونست، بعدين دو. أين تسكن أنت؟ spielt er Fußball. فهنا عندنا برضو جملة خبرية er هو spielt يلعب، بعدين فوس عايزين نحط الاس زد فوسبال. Heute ich lerne Deutsch. heute ich lerne Deutsch. فاحنا هنا ممكن نحط heute في الأول، بعدين lerne ich Deutsch، أو ممكن كمان تيجي ich lerne heute Deutsch، دي برضو تنفع. الإجابة هنا صح. heute lerne ich Deutsch. بعدين عندنا machst was du. was عندنا هنا برضو في فورت، فاحنا عارفين ان هنبدأ بسؤال was الفعل بيجي المركز الثاني machst du ماذا تفعل أنت. ein Buch kauft sie جملة خبرية. sie هي kauft تشتري ein Buch كتاب. in Berlin wir wohnen جملة خبرية. wir wohnen نحن نسكن in برلين. الفعل بعدين الفعل بيجي في المركز الثاني in برلين، بقية الجملة بتيجي بعد الفعل. du kommst woher. هنا عندنا woher من أين، woher اللي هو سؤال، بعدين يجي الفعل kommst من أين تأتي أنت، اللي هي بنجاوب عليها بعدين ich komme aus Ägypten مثلا، أنا جاي من مصر. Tennis spielt er gern. هنا ممكن نقول دي برضو جملة خبرية، ممكن نقول er spielt gern Tennis اللي هو بيحب يلعب تنس. morgen wir reisen nach Hamburg جملة خبرية برضو، ممكن نبدأ بمورجن بكرة في الغد، بعدين يجي الفعل morgen reisen، بعدين wir الفاعل nach هامبورغ. اختار الجملة الصح
ich lerne Deutsch جملة خبرية. ich Deutsch lerne ich Deutsch. آخر جملة دي تنفع لو سؤال. لو خليناها lerne ich Deutsch كانت هتبقى الجملة صح، ولكن دي هنا جملة خبرية فإيش lerne Deutsch. أنا أتعلم الألمانية. Was du machst. Was machst du. machst was du. في Frage بيجي السؤال وبعدين الفعل. Was machst du. ماذا تفعل أنت. Du wohnst in Kairo. ده سؤال فدي غلط. الجملة لا بتبدأ بفعل ولا بتبدأ بفي فورت فدي غلط. wohnst du in Kairo. ده سؤال بيبدأ بفعل، الفعل جاء في الأول وبعدين الفاعل فالجملة دي صح. wo du wohnst in Kairo. wo صح ولكن المفروض يجي بعدها الفعل wohnst فدو هنا غلط، فالجملة دي هي اللي صح. heute ich gehe ins Kino. heute ich gehe ins Kino جملة خبرية. ich gehe heute ins Kino ولا heute gehe ich ins Kino. heute ich gehe ins Kino غلط، بعد heute المفروض يجي الفعل فالجملة دي غلط. ich gehe heute ins Kino دي تنفع، ولكن heute gehe ich ins Kino برضو تنفع. heute gehe ich ins Kino. Fußball spielt gut. دي جملة خبرية المفروض. spielt gut Fußball. spielt gut Fußball. فاحنا عندنا الجملة التانية هي اللي صح، الفاعل بعدين الفعل بعدين بقية الجملة. Wie heißt du. wie du heißt wie du. فالجملة الأولى هي اللي صح. في Frage ما هو اسمك. kommst aus Ägypten du. kommst aus Ägypten du غلط. du kommst aus Ägypten ما عندناش سؤال بيبدأ بالفاعل دي غلط. وآخر جملة kommst du aus Ägypten هل أنت جاي من مصر فهي دي جملة صح. wir haben heute keine Zeit. wir keine Zeit heute haben. haben wir heute keine Zeit ده هنا سؤال فدي غلط. wir haben دي جملة خبرية فاحنا عندنا الجملة الأولى صح، الفاعل بعدين الفعل. الجملة التانية بتقول via الفاعل موجود صح، ولكن المفروض الفعل على طول يجي بعد الفاعل. haben المفروض تيجي على طول بعد الفاعل، فالجملة الأولى هي اللي صح. morgen fahre ich. morgen fahre nach Berlin ich fahre morgen nach Berlin. morgen ich fahre nach Berlin. الجملة الأولى غلط، الفاعل المفروض يجي بعد الفعل مباشرة، هنا ich في آخر الجملة فدي غلط. ich fahre morgen nach Berlin ولا morgen ich fahre nach Berlin، فهنا الفعل المفروض يبقى المركز الثاني فدي غلط، فالجملة الوحيدة الصح هي الجملة الثانية ich fahre morgen nach Berlin. آخر سؤال warum lernst du Deutsch. warum du lernst Deutsch. lernst du warum Deutsch. آخر جملة غلط لأن فيها السؤال والفعل في أول الجملة فدي غلط. warum du غلط لأن المفروض الفعل يجي في المركز الثاني زي الجملة الأولى warum lernst du Deutsch. وبس كده نكون خلصنا درس النهارده. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم تشتركوا لايك وسبسكرايب للقناه. احب افكركم بالاشتراك على جروب الديسكورد علشان عليه هتلاقوا ناس تانية بتتعلم اللغه الالمانيه فممكن تشجعوا بعض، وغير كده كمان بشارك عليه اي محتوى من الدروس اللي بديها بشاركها برضو على جروب الديسكورد، فان شاء الله جروب الديسكورد هيكون مفيد بالنسبه لكم. واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.